السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب ما تحرمش منكم ولا من وجودكم ابدا في حياتي. صلوا على النبي يا جماعة عليه افضل الصلاة والسلام. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض طبق فتة كده بلدي بتاعنا المصري الجميل، بدون لا دقة ولا حاجة. قلت اشارككم بيه، بس لو اول مرة تشوفوا قناتي حطوا اللايك بقى وحط الاشتراك وقولي كومنت حلو كده زيك. طبعا انا متاسفه جدا جدا على التاخير اللي انا متاخراه، بس ربنا وحده اللي عالم. يعني الواحد فاقد الشغف اليومين دول، مش عارفه ليه. يعني فاقده ان انا اعمل اي حاجه، وحاسه ان ما عنديش طاقه لاي حاجه، عشان الحر مفرهد الناس بطريقه بجد بجد. الجو هنا في مصر بقى صعب جدا. فقلت كده اما انزل لكم فيديو على ما هروح ان شاء الله شقتي، علشان نعمل حملة نظافة فيها، لان طبعا هي مقفولة على الفاضي ولازم لها حملة نظافة جامدة. فهروح واعمل لكم فيديو من هناك علشان خاطر اشارككم الروتين الحلو ده مع بعض وكده. بس تعالوا بقى ايه نعمل طبق الفتة الجميل ده. طبعا ده رقاق بيتحمر في السمنة البلدي او السمنة، وبتفضلي تحمري فيه، ما بتسيش عليه عشان ما يتحرقش، لان الرقاق بيبقى خفيف جدا. بتفضلي تقلبي كويس جدا جدا لحد ما تحمر، وبعدين بتشيها بكرنبين 3 شرب، وبعدين تسيبها لما تتشرب كده الشوربه، وبعدين تحطي بقى رز ابيض، وبعدين تحطي شويه او كرنبين شوربه كده على الوش. وهي دي الفته بتاعت اهالينا بتاعت زمان، يعني دي بتاعت جدتي ووالدتي بتحبها، ما بتحبش دقه. انا عن نفسي بحب الدقه والله، اللي هي دقه. بس المدقه ديت لها اكلات معينه، لازم يبقى معمول مثلا جنبها ممبار، كوارع، الحاجات الحلوه بتاعتنا المصريه دي. بس دي الفته العاديه بنعمل جنبها مثلا ملوخيه، كنا عاملين جنبها ملوخيه ولحمه وسلطه. بنحب الاكله دي، يعني والدتي بتحبها قوي. فقلت ان انا اشارككم بطريقه سريعه كده للفته المصريه التقليديه القديمه بتاعتنا الجميله. ودي خلاص خلصناها. هنهدي بس عليها النار وهنقدمها وخلاص كده مع الاكل. يلا اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد يا حبايبي، مع السلامه.